عرفتي على خير وبخير. كيف ديما مشيت نشري الخبز، جا واحد السيد اللي عطاني الخبزه ولا الكميره كل واحد كيعيط لها، قال لي فين هو الريجيم السي عبد السلام؟ هادو هما النصائح اللي كتعطي للناس، خصكم تقطعوا خصكم تقطعوا. قلت له ما عمري ما قلت انا خصك تقطع. قال لي هو الخبز اخويا تيغلظ علاش كتاخذ؟ بغيت نشرح له، قلت له شوف ندير فيديو في يوتيوب وغادي نبوبليها وسير تفرج فيها باش كلشي يستافد. فرحت ما نبقى واقف تما كنحاول انني نشرح باش نشرح لكم واحد القضيه. هذا المكون هذا ولا هذا الغذاء هذا ما عمره مسكين ما دار مشكل. المشكله بالضبط هو انه المغربي قبطو ودخل فيه مزيان، تكرفص عليه. شنو دار؟ كيفطر به، كيتغدى به، كيتعشى به، وماشي غير وحده ماشي غير جوج، تيدخل فيه. وسورتو راه تحط قدامه شي طاجين شي مرقه ولا شي لعيبه كتلقاه تيغمس مزيان، وكتلقاه خبزه الثالثه الرابعه المهم ما كيرصاش. دونك شنو المشكله في الخبز وعلاش الناس كيقول لك بانه الخبز كيغلط؟ واول حاجه كطيح للواحد في راسو منين غادي يبغي يطيح لو بوا ديالو ولا يبغي يطيح لو غرا، غادي يفكر باش انه يقطع الخبز. غادي نهضروا في هذا الفيديو ان شاء الله علاش الخبز راه ما فيه حتى مشكله. المشكله كاينه فيك في لي كونتيتي اللي كتاكل. دونك اول حاجه نعرفوا شنو هو الخبز. الخبز هو كربوهيدرات ببساطه، فيه بيان سور واحد نسبه البروتين والدهنيات، حيت كيكون في الزرع كيكونوا بروتينات ودهنيات، سواء كتكون في الزرع سواء ملي كيكونوا كيصاوبوه راه كيديروا شويه ديال الزيت. دونك ضروري ما كيكونوا فيه دهنيات، ولكن المكون الاساسي الماكرو نيوتريمنت اللي كيكون فيه هو الكربوهيدرات. دونك شنو اللي كيخلي الناس انهم غير تيسمعوا الخبز تيليوه بانه فهمتي غادي يغلظك، خصك تقطع الخبز لا بغيتي تنقص اكسيتيرا. دونك هذه القضيه هذه جايه من انه اصلا المغربي كتلقاه بانه لا كونسوماسيون ديالو الخبز كتكون اكسيسيف. دونك اون فوا الواحد كيقطع الخبز اوتوماتيكمون كينقص لي كالوري. دونك داك عدد السعرات الحراريه اللي انت كتنقصهم اوتوماتيكمون كيخليوك انك تدخل في واحد ديفيسيت كالوريك، واحد العجز ديال السعرات الحراريه. زيد على هذا الشيء انه الكربوهيدرات اللي هضرنا عليهم النشويات، كل غرام ديال الكربوهيدرات تيشد لك في الذات ديالك واحد الاحتباس ديال الماء ديال 3 غرام. دونك 3 غرام زائد غرام د الكربوهيدرات هي 4 غرام. دونك تصور معايا انك تاكل في النهار واحد 200 غرام د الكربوهيدرات. دونك عندك 200 غرام د الكربوهيدرات وعندك زائد فوق منها 600 غرام ديال الماء. الذات ديالك كتكون عندك مجموعه واحد 800 غرام. عليها لو وزنتي راسك في الصباح ماشي هي لو وزنتي راسك في الليل. بيان سور كيكونوا اغذيه، احتباس ديال الماء، المعده كتكون عامره، بزاف ديال الحوايج كيكونوا، ولكن هذه المعلومه ضروري انك تعرفها. دونك اون فوا الواحد كيقطع الكربوهيدرات دغيا الوزن ديالو كيبدا كيطيح. وهذا الشيء اللي كيخلي الواحد انه يفكر كيقول انني نحبس الكربوهيدرات، ومن هنا جايه هذه الفكره. هذه الكربوهيدرات ما عمره ما كان هو المشكله. المشكله كاينه في الكونتيتي ديالو. الكربوهيدرات عنده دور اساسي في الانرجي، لا بالنسبه للبيرفورمانس ديال واحد اتليت باغي انه يبيرفورمي في لي زونطرينمون ديالو، سوا يتقل سوا يجري اي رياضه في الرياضات اللي ممكن انهم يكونوا. ثاني حاجه هي انه التركيز ديالك كينقص اذا كانوا لي كربوهيدرات ناقصين. كاين ناس غادي يقولوا لي لا انا جربت الريجيم ديال الكيتو وعطاني نتائج في شحال ديال البيريود، حيت هاد لي ريجيم هادو ديال الكيتو ولا انك تقطع الكربوهيدرات ولا الكارنيفور اللي انا براسي جربته باش نعطي الراي الصريح ديالي، هما دي ريجيم كدوزهم اون بيريود. ما يمكنش انه يكون نمط ديال الحياه. النمط ديال الحياه كيقتصر على 3 ديال لي ماكرو نيوتريمون اساسيات: البروتينات، الدهنيات والسكريات. دونك ضروري انك تكون كتدخلهم في الداس ديالك باش تفونكسيوني مزيان. البروتينات ولا الدهنيات ولا السكريات راه درنا واحد الفيديو غتلقاه في البروفيل ديالي فين شرحنا شنو الفرق بيناتهم، علاش كتصلح كل حاجه وكيفاش كيدير الداس ديالنا كتستافد منهم. وحتى الحساب ديالهم راه كاينه واحد الفيديو فين عاطي لي ديتاي كاملين غتلقاهم في لاشين ديالي. دونك الفكره ديال انه غنقطع الخبز باش نقص البوا غلطه تماما و100%. غنقول لك شنو غادي يطرا. نعطيك جوج ديال لي سيناريو. غنقبطوا مثلا واحد السيد سميتو عالي فيه 100 كيلو والاخر فيه 100 كيلو. جا عالي الاول قطع الكربوهيدرات، حيد الخبز، حيد شحال من حاجه، وقال سيدي انني غادي ندير واحد الريجيم كيتو دايت ولا كارنيفور، المهم ما فيهش الكربوهيدرات. غادي يجي سيدي غادي يبدا الريجيم هاد السي عالي، وغادي تلقاه بانه حداه عالي واحد اخر اللي كياكل الكربوهيدرات البروتينات والدهنيات. بجوجهم كيديروا نفس الرياضه، بجوجهم كينعسوا نفس النعاس، بجوجهم عندهم لي ميم كونديسيون، غير الريجيم اللي مبدل، الستيل ديال الريجيم اللي مبدل. دونك هذاك عالي اللي قاطع الكربوهيدرات غادي يطيح الوزن بسرعه كبيره على عالي الاخر اللي كياكل الكربوهيدرات والدهنيات والسكري. ولكن منين غادي تمر واحد الفتره زمنيه غتلقى بان هذاك عالي اللي كان كياخذ الكربوهيدرات زاد الميوسكل اكثر من عالي الاخر. هذه اول حاجه. علاش؟ حيت الانرجي كتكون عنده كافيه باش كيقد انه يطبق بروغريسيف اوفرلود اللي كنا هضرنا عليه شحال مره باش تقد انك تزيد الاوزان في لاصال. ثاني حاجه هو انه الكربوهيدرات عنده واحد الدور، هو الريزيرف ديال الجليكوجين في الداس ديالنا. الميوسكل ديالك هي ما تخدمه الا ما كانش فيه الجليكوجين كيولي كيبان عندك مفشوش. دونك الميوسكل ديالك داير بحال شي نفاخه. الجليكوجين اللي هو السكر والماء اللي كيكون في الميوسكل ديالك هو اللي يخليه يبان فول. دونك الناس اللي كيديروا الريجيم وكيكونوا كيف دابا في كومبيتيسيون ولا شي حاجه راه كتلقاهم كيديروا واحد الريشارج. هذا الريشارج صالحه لهاد القضيه هذه باش الميوسكل ديالو كيبان فول، باش كيبان مزيان. دونك هذاك عالي اللي قلنا انه كياخذ الكربوهيدرات، ياخذ دهنيات، ياخذ بروتينات، غادي يزيد الميوسكل وغادي يقد انه
انه يستمر في الريجيم ديالو بلا سوغر كريفينغز ولا المهم شنو هي بالدارجه هي سيدي لي زونفي دو سكر بالدارجه بالعربيه. المهم باغي ياكل السكر كيجيه واحد اللهفه على السكر فوالا وكيبدا كيفكر في السكر بزاف اللي كيخليه فهمتي انه ما يقدش يستمر في الريجيم ديالو. دونك اللي كيطرى لاغلبيه الناس هو كيبقى متبع واحد الريجيم اللي كيكون ستريكت وما كيفكرش بان هذاك الريجيم اللي هو متبعه بانه غادي يوصلوا للنتيجه في واحد المده اللي قصيره وسريعه ولكن غير دائمه. وهنا فين كتكون لا فيزيون مثلا ديال الكوتش اللي كيكون كيخدم معك بان ملي كيجي لواحد كي بحال دابا انا ديجا وقع لي واحد نبارطاجي معكم واحد ليستوار ديجا وقع لي بروبليم مع واحد السيد كيسحب له بانني ما بغيتش يوصل للنتيجه ديالو الوغ كو الهدف ديالي راه هو انك تشوف نتيجه وتوصل للنتيجه ديالك. دونك منين قلت له راه ما يمكنناش نقطعوا الكربوهيدرات وشرحت له وعطيته لي ديتاي كاملين وشحال من حاجه السيد مكونسونطري بزاف مع لو فيت كو انه الا حيد الكربوهيدرات راه لو بوا ديالو غادي ينقص دغيا وراه غادي يوصل للهدف ديالو. طرا داك الشيء اللي طرا السيد نقص لو بوا كمل لراسو حيت قلت له ما يمكنليش انني نقطع مع الكربوهيدرات كمل لراسو في الاخر وصل لواحد النتيجه اللي زوينه ما قدش يستمر فيها طلق الريجيم رجع داكشي كامل عاوتاني اللي كان طيح ديال لو بوا حيت لي زورمون ديالو تخرب. خصنا نفهموا واحد الحاجه ابار لي كالوري ابار لي ماكرو نيوتريمون ابار شحال من حاجه راه كاين واحد لا باز اللي مهمه بزاف اللي هي لي زورمون ديالك. الا تكرفستي على لو كور ديالك كيتكرفس عليك لو كور خصك تغديه بواحد الطريقه اللي ذكيه. التقسيم ديال الماكرو نيوتريمون خصو يكون ذكي. الخبز ماشي هو المشكله الكربوهيدرات ماشي هو المشكله اللحم الاحمر ماشي هو المشكله البيض ماشي هو المشكله ليكسي والافراط في الماكله هو اللي كيكون المشكله. دونك ما يمكنناش اننا نجيو نشدو واحد السيد كيكمي وكيشرب وكياكل اللحم الاحمر ونوليو نقولوا بان اللحم الاحمر هو المشكل. راه كيدير حوايج واحده اخرى في حياته اللي خايبه اللي خلاته ان اللحم الاحمر نسقوا له ديك ليتيكات ديال انه هو اللي دار له الكوليسترول ولا شي حاجه. نتمنى ان الفكره تكون وصلت. دونك منين تصاوب الريجيم ديالك فكر هكا كاين الكربوهيدرات كاين الدهنيات وكاين البروتينات كل حاجه عندها واحد الدور في هذه الحياه هذه وفي الداز ديالنا. كيفاش ندير نستافد منهم لو ماكسيموم بوسيبل باش نوصل للهدف ديالي باش ما يوقع لي لا مشكل هرموني لا مشكل في الانرجي. وثالث حاجه هي انني ناخذ هذا الشيء كنمط حياه. الا خديتي الريجيم ككومبيتيسيون باغي انك توصل دغيا للهدف ديالك وتنقص لو بو هذا راه ما غاديش توصل. هذه بتجربه ديال 9 سنين في الكوتشينغ ب 15 عام ديال لونطرينمون والريجيم والروينه كامله. الا بغيتي تزرب كتعطل كتبقى في بلاصتك وكتابوندوني حيت كتستريسا بزاف.